السلام عليكم حبيباتي احبائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نلقاكم هذا الفيديو في كامل الصحه والعافيه ان شاء الله، تكونوا على خير ان شاء الله كاملين، المتتبعين ديالي والمتتبعات والمتتبعين كذلك. اليوم غنحضروا ان شاء الله هاد البسبوسه كما كتشوفوا، غنحضرها معكم. غنخليكم مع الطريقه ومع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله، انتم مع المقادير. قلت لكم غندير لكم اليوم ان شاء الله البسبوسه بخيزو، يعني خيزو يعني الجزر اللي هذا. عندنا هنا واحد الجزره محكوكه، يعني خيزويه محكوكه، خيزو باللغه المغربيه، واللغات العربيه مصر والبلدان الاخرى تيقولوا الجزر، واصلا اسمه باللغه العربيه راه الجزر. عندنا وحده جزره وحده محكوكه، عندنا 3 البيضات يعني متوسطين، يكونوش كبار ما يكونوش صغار هانتوما كتشوفوا. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال سنيده، جوج ساشيات ديال الخميره حمراء يعني بيكين باودر. عندنا راس معلقه ديال الفاني، شويه الملحه اولا ساشي ديال الفاني. عندنا لاغوم ديال البرتقال. عندنا السميده الرقيقه هنايا تقريبا، انا المهم غندير 3 الكيسان قياس العنبه ديال السميده الرقيقه. غندير كلشي في الخلاط الكهربائي اللي في المولينكس. اللي عنده الطراب الكهربائي ديال الضو يديرو الطراب ديال الضو، اللي عنده يخدم غير بهذاك، اللي ما كانش يدير مولينكس ولا الطراب اليدوي. تا مولينكس كطحن مزيان والسميده كتبغي تخدم. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. قلت لكم غندير البيض هنا في الخلاط الكهربائي عندي في مولينكس. غندير هاد 3 البيضات، يعني 3 ديال البيضات باش نقرب لكم باش تشوفوا. غندير كلشي انا في خطره دابا. غندير سنيده، كاس ديال سنيده يعني كاس قياس العنبه. غندير كاس ديال الزيت، وغندير يعني كاس ديال درنا كاس ديال عصير البرتقال. غنديروا هاد الجزره محكوكه، غندير كلشي. غندير راس معلقه ديال نكهه البرتقال، ما بغاش يديرها ماشي مشكل. يكتفي غير داك كاس العصير ديال البرتقال والفاني راه كيعطيو لذه زوينه. واللي ما عندوش هاد نكهه البرتقال يدير القشور ديال البرتقال. وهنايا الفاني وشويه الملحه، وغنخلط كلشي في الميكسور يعني في مولينكس. غنخلط كلشي عاد غنزيد السميده. المهم نتوما انا غنخلط وانتوما معايا باش ما يصدعكمش الصوت ديال مولينكس. هانتوما انا خلطت دابا كلشي، خلطت كاع دوك المقادير اللي درت. انا ندير الكاس الاول ديال السميده، الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، وغادي نخلط ثاني وجوج خمارات، جوج خميرات ديال الحلوى، وغادي نخلط ثاني كلشي وانا معكم. دابا ملي خلطت كلشي تقريبا غتخلطوا واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق ملي كدور عليها الماكينه باش كتبغي تخدم مزيان. ها هي قلت لكم ملي طحناها خلطنا مزيان، غادي نكبها في المول اللي غادي هانتوما اللي كتكون ما بينه وبين ملي العبار 3 الكيسان ما تفوتوهمش باش حيت هي مازال كتشرب شويه. صافي وغندخلها للفران طيب كيف العاده، حتى كندخلها عاد كنشعل الفران بدرجه الحراره 180. ملي غطيب ان شاء الله غادي تشوفوها معايا باش غنسقيها. كاين اللي كيبغي يدير لها داك السيرو كيدير الماء وقشور ديال ماشي قشور، كيشد الليمونه كيقطع طرونش وكيديرو مع سنيده وكيخليهم يتبخوا. كاين اللي كيدير العصير الليمون مع سنيده ثاني كيتبخهم. انا ما غاديش نتبخو، غادي نسقيه بالعصير ديال الليمون يعني كيف عصرتو غادي نسقي به، ما غاديش ما نتبخو ما والو. يكون هو بارد العصير، يكون بارد
وهي تكون يلا خرجت من الفران. البسبوسه ديالنا تكون يلا مخرجه من الفران وغادي نسقيوها، وانتم غتشوفوا معنا كي غادي تجي ان شاء الله. البسبوسه ديالنا ها هي طابت. غادي هانتوما الليمون، قلت لكم ما تبختو ما والو. البسبوسه باقا سخونه، كي خرجتها من الفران غنسقيها مباشره، حيت علاش الا خرجت الا تسقات وهي باقا سخونه كتشرب، اما الا بردات ما غتشربش لينا هذا الليمون هذا. غادي نسقيها مزيان، ماشي كل ما غنكملش هادشي، يعني قياس غدير فيه كاس ديال الليمون ديال العنبه حتى الكاس ونص، وغتخليوها حتى تشرب مزيان وتبرد، وديك الساعه كلها كيزين على حساب الرغبه. ها هي البسبوسه ديالنا قلت لكم ملي سقيناها، يعني تسقيوها راه باقا سخونه باقا ما برداتش. غنزينها ملي كتبغي هي تسقى مزيان، يعني كاس ديال العنبه ديال الليمون حتى الكاس ونص كاع، وتخليوها تشرب. يعني غتزينوها وتخليوها حتى تبرد مزيان، وعاد ديك الساعه تقطعوها. ثم انا غادي نزينها. انا درت ليها غير درت هنايا داك كاوكاو ايفيلي اللي عندي، حمرته شويه وهرستو غير بصباعي دغيا كيتهرس. يعني كديري غير هكا دغيا اللي بغى يدير لها الكوك، اللي كيعجبو الكوك يديرو، اللي كيبغي يزينها بحبيبات ديال اللوز يديرها في ديك اللاطه كتكون مربعه، ويزين ندير الحبيبات ديال اللوز ملي كطيب يقطع الطريفات على حساب الرغبه. المهم انا غنزينها بهاد الكاوكاو اللي عندي ونخليها تتبرد مزيان. عاد غنقطعها وغادي تشوفوا معايا. كاين اللي كيبغيها بالنسمه ديال الزهر، كاين اللي كيدير فيها الروح ديال الزهر، كيبغيهاش غير بالليمون، كاين اللي كيدير نيت الليمون وكيدير معاه نسمه الزهر ديال الروح ديال الزهر. ايوا البسبوسه ديالنا ها هي. كتعقلوا كنا صغار كنا نسمعوا في الافلام المصريه بسبسيت له بسبوسه وكانت تعجبنا ديك بسبسيت له. زينتها كنت كندوي وداز موطور مصدع الدنيا وانا نحبس وعاوتاني بغيت نهضر وتحبس ثاني التليفون، ما عرفت مالو مسكين حتى هو الله يكون في العوان. المهم هي البسبوسه ديالنا. كنت كنقول لكم باقي تعقلوا مني باقي صغار كنا نسمعوا في الافلام المصريه بسبوسه بسبسيت له بسبوسه، جيب لي معاك بسبوسه يا خويا. وكانت تعجبنا ديك الكلمه ديال البسبوسه. ايوا دابا كلشي ولا متوفر، كلشي دابا الطبخ راه عالم، الطبخ بحر ما كيتحدش سبحان الله العظيم. ملي راه ولا دابا كلشي الطبخ ولاو الطبخ المصري ولينا كنديروه هما تا وكذلك المصريين ولاو كيديروا الطبخ ديالنا. الجزائر يعني ليبيا موريتانيا كلشي، تونس العالم الاوروبي يعني في اوروبا في كلشي جميع يعني جميع العالم كله. يعني اي وصفه بغيتيها راه كتدخلي كتجبدي كتطبقي الوصفه، يعني كلشي ولا متاح كلشي ولا موجود. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم هاي البسبوسه ديالنا نشوف واش بردات باش نقطعها معكم. نحيد هذا السيركل هذا نجيب طاسين. غير باش نشوف كي جات من الداخل، يعني باش تشوفوا معايا ماشي باش نشوفها انا راني شايفاها ومعاوده. هانتوما نديرها في الطبيسين. يعني هانتوما كتشوفوا راه كتجي. نتوما راه كاع ما خليت انا كاع تبرد الزربانه على عمري انا دغيا كنطير. ها هي شفتوها رغم هذا كتقطعت مزيان حيت شربات الليمون. شفتوا كتجي زوينه كتجي عاليه، واللذه كذلك البن ديال الليمون كتجي فيها زوينه. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا بالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم هاد البسبوسه وتجربوها كتجي رائعه. مازال ان شاء الله ندير لكم بسبوسه اللي كتكون وسط منها الكريمه ان شاء الله، ومازال ان شاء الله باقي ما يدارني من هنا لقدام ندير لكم ديك الحلوه ديال خيزو اللي كدار في كويغطات ان شاء الله حتى هي نديرها معكم. تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. ايوا وشكرا لكم على المشاهده، وشكرا على التعاليق الزوينه، وشكرا للناس الجداد اللي التحقوا بيا عاوتاني مجددا. شكرا لكم بزاف ومرحبا والف مرحبا. ان شاء الله يدوم التواصل بيناتنا،
الله يوفق للجميع، لينا وليكم ولجميع المسلمين والمسلمات ان شاء الله. وبالصحه والراحه ديال البسبوسه اللي حضرنا اليوم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والضغط على المربع الاحمر باش تشاركوا معي اللي باقي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه درتها. وشكرا بزاف 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 على المشاهده، شكرا لكم بزاف. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.